تعال اقول لك اسهل طريقه تقطع بيها النت عن ابلكيشن الواتساب وبطريقه شرعيه ومن الابلكيشن نفسه. طيب هنا انا دخلت على شات موجود عندي عادي، فهجرب ان انا ابعت له رساله عشان ابين لك بس ان انا النت شغال عندي عادي. تمام، فهنا انا دخلت بعت له السلام عليكم، زي ما انت شايف في علامتين صح موجودين جنب الرساله، فمعنى كده ان الرساله وصلت للشخص ده. هضغط على الثلاث نقط وبعد كده الاعدادات وبعد كده التخزين والبيانات. هتلاقي في حاجه اسمها الوكيل، هتضغط عليها وهتضغط على استخدام الوكيل. فوق هتلاقي في مربع، في المربع هتكتب الرقم ده 4 وحايد ما بينهم بوينت او نقطة. تمام، زي الرقم اللي موجود قدامك ده، وبعد كده هتضغط على علامة الصح دي. هتلاقي ان تحت مكتوب غير متصل، فمعنى كده ان النت مش واصل للابليكيشن ده. علشان نتأكد من الكلام ده هنرجع لنفس الشات تاني. تمام، وهنجرب ان احنا نبعت له رسالة. فانا هنا بقول له في الرسالة اللي انا هبعتها له دلوقتي، هقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهبعت له رسالة. هتلاقي ان الرسالة ما وصلتلهوش رغم ان انا معايا النت، فمعنى كده ان الطريقة اشتغلت. طيب عايز ان انا دلوقتي الغي الطريقة اللي انا عملتها والنت يوصل او الرسالة توصل للشخص ده. كل اللي انا هعمله ان انا هرجع ورا وهخش على الثلاث نقط دي وبعد كده الاعدادات وبعد كده التخزين والبيانات وبعد كده الوكيل، وهتلغي استخدام الوكيل. متفعلة، انت هتلغي التفعيل وحذف الوكيل، الرقم ده هتلغيه، هتشيله خالص وهترجع ورا. هتخش على الشات تاني، هتلاقي ان الرسالة اتبعتت زي ما انت شايف اهو، علامتين صح جنب الرسالة، فمعنى كده ان الرسالة اتبعتت عادي. طبعا الطريقة دي هتكون مفيدة جدا لو انت بتعمل حاجة مهمة محتاجة ان انت تفتح نت ومش عايز ان حد يقطع تركيزك عن طريق رسالة على الواتساب او حاجة.